حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم منتخب فرنسا. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، من هو الفريق الأنسب لنجم منتخب فرنسا بافارد؟ شاركونا بالتعليقات. ذهب بنيامين بافارد الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ الألماني للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، وكان قبلها قد أوضح للنادي البافاري برغبته في مغادرة الدوري الألماني، مما يفتح الباب للأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد معه. وينتهي عقد الظهير الأيمن الفرنسي في عام 2024 مع بايرن ميونخ، ولا ينوي اللاعب تجديد عقده الحالي مع النادي البافاري، وقد تم طرحه في السوق واتصل به كل من ريال مدريد وبرشلونة لأنهما يروا بأنها فرصة جيدة في السوق بالفعل. وسيظهر بافارد في نهائيات كأس العالم بعد موسم غير منتظم في بايرن ميونخ، حيث واجه مشاكل مع مدربه جوليان ناغلسمان ولم يكن منضبطا تماما أيضا. ولا يجب أن يكون سعر بافارد في شهر يناير مرتفعا للغاية بسبب التوتر مع ناديه، ولكن لا أحد يشكك في جودته مع الأندية التي تابعته منذ فترة، لكن كل شيء سيعتمد على السعر النهائي للعملية. وحسب صحيفة سبورت فإن برشلونة في حاجة ماسة إلى بافارد، فهو في السن المثالي ولديه الكثير من الخبرة في المنافسات الدولية الكبرى، بالإضافة إلى ذلك يمكنه اللعب في الوسط أيضا. وفي ريال مدريد ربما يتم النظر إلى بافارد كلاعب آخر مرشح لتجديد دماء الفريق، فلوكاس فاسكيز ليس ضمن خطط المدرب كارلو أنشيلوتي، كما يقترب داني كارفخال من نهاية مسيرته. وأكد موقع سبورت 1 الألماني الشهير أن تصريحات بنيامين بافارد لم تلقى استحسان مسؤولي النادي البافاري، وأفاد الموقع الألماني بأن إدارة بايرن ميونخ لم تفهم بوضوح السبب وراء خروج بنيامين بافارد بتصريحات على الملأ تتعلق بمستقبله في هذا الوقت بالتحديد. وأوضح الموقع الألماني أن مسؤولي بايرن ميونخ لم يفتحوا أي خطوط اتصال مع بافارد بشأن تلك التصريحات، آملين في حل المشكلة عقب عودته لنادي بافاري عقب كأس العالم 2022. وألمح الموقع الألماني أن بافارد يتواجد حاليا في معسكر منتخب فرنسا الذي يستعد لدفاع عن لقبه في كأس العالم قطر 2022. وعن مستقبله قال بافارد في تصريحات صحفية: لقد لعبت في ألمانيا لمدة 7 سنوات، لقد فزت بكل شيء مع بايرن ميونخ، ألعب كرة القدم للفوز وأنا مستعد للتفكير في تجارب جديدة مثيرة للاهتمام ولكن كقلب دفاع. واختتم بافارد تصريحاته قائلا: أوليفي جيرو أخبرني أن إيطاليا بلد يعيش كرة القدم، وقال لي عن سحر الديربي واحتفال المشجعين الكبار، أود أن ألعب معه أيضا لأنه صديق رائع، سنرى. الدوري الإيطالي هو دوري مثير للاهتمام بالنسبة لمدافع. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.